بسم الله. النهارده معانا طاجن ولا اروع. الطاجن ده اجدعها حد ما بياكلش بيقف عند الطاجن ده بيخلصه لاخره. طاجن لسان العصفور. هعمل لكم النهارده طريقه للحمه المفرومه او المعصجه. هنبتدي معاكم. هجيب الحله بتاعتي واحط فيها قطعه من الزبده او السمنه. هنا حطيت حوالي 50 جرام، وهحط زي ما انتم شايفين انا عامله حوالي بصلتين كبار. زي ما انتم شايفين البصل هنا دبل خلاص. بنزل بنص كيلو لحمه مفروم احمر، بحط فلفل ابيض وبضيف الملح، بضيف بهارات اكله. شايفين البصل هنا قد اللحمه بالظبط. بقلب كويس، بمزج الاتنين في بعض وبغطيها تستوي على نار من هاديه لمتوسطه. شايفين البصله لما تكون كتير وبتاخد التتبيل اللي هي التقليبه على النار وتتبل بتديني المنظر اللحم الشهي ده. شوف لونه عامل ازاي وطعمه رائع. ارجوكم جربوها بالطريقه بتاعتي دي، طريقه بسيطه جدا مش محتاجه اي حاجه زياده، لا طماطم ولا غير طماطم. حتى اللحمه شوفوا شكلها احمر شهي. باخد من اللحمه وبستخدمها في الخضار، في اي اكل احنا بنطبخه. بجيب الحله بسخنها، بحط فيها 50 جرام من مكعب الزبد او معلقه كبيره من السمنه البلدي. بحط كيس بيبقى حوالي 400 جرام ل 500 جرام من لسان العصفور وبحمره كله بالكامل. لسان العصفور عشان يتحمر مظبوط ببقى معليه النار، ولكن تقليب مستمر. انا بقولش معليه النار برضو على الاخر، بيكون النار عندي من متوسط لعالي مع تقليب مستمر. بيبتدي الحبه بتتشرب من الزبده وتاخد الطعم بتاعها. تقليب مستمر، يبتدي اللون يتغير واحده واحده يبقى ذهبي كده. احنا وصلنا للون اللي احنا عايزينه. بضيف كوبايه الشوربه، ولسه كمان لو عايزه شويه بحط لها واحده واحده. شايفين انا هنا بسويها كاني بسوي الرز المحمر بالظبط نفس الطريقه. بضيف الملح، بضيف فلفل وبقلب. وبغطيها لحد ما تستوي على نار هاديه. بسيبها لحد ما تستوي وهرجع لها تاني. بجيب طاسه بسخنها، احط لها حته زبده، وبعدين بنزل ببصلايه مبشوره وببتدي اخليها تدبل على النار. لما بتدبل ببتدي بنزل بالفلفل الالوان بتاعي. ده مهم قوي، بيخلي لون الاكله رائع. فلفل احمر، فلفل اخضر، وبعدين عندي كمان اللون الاصفر. بقى كرنفال الوان. كل ده بيخلي شكل الاكله شهي. بخلي الفلفل يدبل. عندي كوبايتين عصير الطماطم بضيفهم للخليط ده، ابتدي اقلبه. وبسيبهم لحد ما بيستووا. برجع للسان العصفور بفتح عليه وانتوا شايفين دلوقتي ان هو خلاص داخل في السوا. شايفين الصلصه اللي انا عملتها؟ بقسمها نصين. باخد النص الاولاني وبخلطه مع لسان العصفور. ريحته عظيمه جدا 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 جدا. كده جاهز عندي. برفعه بعد ما استوى وهبتدي هخش على مرحله تجميع الطاجن. ادي الطاجن عندي. بحط كل المكونات لسان العصفور اللي احنا عملناه، وبنزل بالنص التاني من الصلصه احطها بالكامل على وش الطاجن. بوزعها كده. شكله والوانه رائع.
كنا عملنا اللحم المفروم المعصج، وببتدي بوزعه على وش الطاجن بشكل متساوي زي ما انتم شايفين. ودلوقتي هو جاهز ان انا ادخله الفرن على اقل من تلت ساعه لنص ساعه، فرن متوسط الحراره، بتتكلموا من 160 ل 180 درجه مئويه. وبجهز عندي طاسه سخنه بحط لها، انا هنا بستخدم زيت زيتون، لحد ما الزيت يسخن بنزل بشويه سنيبر هحمرهم على السريع، هجهزهم لتزيين الطاجن. برفع السنيبر في طبق منفصل، وباخد هي نفس الطاسه بحط فيها حوالي 50 جرام زبده بسخنها كويس. عندي كبد الفراخ بعد ما اتصفت بنزل بيها في الزبده السخنه دي، شايفين؟ تنزل تعمل لها صدمه، فعلى نار عاليه جدا، ما بوطيش النار. شايفين شكل الزبده مع الكبد؟ ببتدي بقلبها، عايزاها تتحمر من كل الجوانب. يا جماعه الكبد الفراخ احلى اكله ليها تبقى الزبده او سمنه، ملح وفلفل بس. اما نحاولش بقى نخترع نحط لها توم نحط لها بصل، ما بتخلينيش احس بطعم الكبده في الاخر. هنا ملح وفلفل زي ما انتم شايفين، بقلب لحد ما هي تستوي. في البعض ابتدى يتحمر، لازم النار تبقى عاليه مش واطيه. انا عايزه الكبده بتاخد الصدمه بس ما بتنشفش، لو انا وطيت النار الكبده بتنشف، تبقى عامله زي الكاوتش كده. احنا اخدنا حوالي 6 دقايق. دي الكبده اللي انا هستخدمها، كبد الفراخ اللي انا هستخدمها في الطاجن. طب لو حبينا نعمل هي نفس كبد الفراخ على الطريقه اللبناني، بزود لها شويه دبس رمان وبتتحط زي مزه من المزات. بس كده هي استوت، رفعتها من على النار ويلا بينا. الطاجن طلعته من الفرن بعد نص ساعه. لسان عصفور اتشرب جامد من الصلصه بتاعته وبقى طعمه ولا اروع. هجيب كبد الفراخ اللي احنا سويناها معاكم، قطعتها مكعبات وبضيفها على وش الطاجن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنزل بشويه السنيبر اللي انا حمرته. اتفرجوا بقى معايا على شكل الطاجن الشهي، اللي لو انتوا عايزين تبهروا اي حد اعملوا الطاجن ده وعلى ضمانتي. وعايزه اقرا الكومنتس بتاعتكم، ايه تجربتكم مع طاجن زي ده؟ شايفين شكل السنيبر؟ طيب ما عندناش سنيبر، ممكن تحطوا اي حاجه تانية، بس ارجوكم ما تحطوش سوداني في الطاجن ده. وهنا بقدم لكم احلى طاجن لسان عصفور من اكله، والف هنا على قلبكم، وباحلى اكله دايما من اكله.